تقول الحكمة: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. هذه الحكمة تنطبق على كرم الجزائر مع تونس والمغرب، حيث كانت الجزائر سبب رئيسي في استقلالهما في مارس 1956، وتونس كانت كريمة، ولكن المغرب كان لئيما وخان الجزائر بعد شهور فقط من استقلال المغرب، وبالضبط عندما خان ولي العهد الحسن الثاني الزعماء الخمسة ووشى بهم إلى فرنسا في أكتوبر 1956، عندما كانت طائرتهم متوجهة من المغرب إلى تونس. وليستمر اللئيم المغربي بتمرده وغدره بعد شهور فقط من استقلال الجزائر، وبالضبط في أكتوبر 1963، وهاجم الجزائر وجراحها لا تزال تنزف لاحتلال وضم مدينتي تندوف وبشار إلى مملكته اللئيمة بقيادة الملك الحسن الثاني. وبدون أن ننسى بما فعلته بنا في العشرية السوداء، وأغلقت حدودها في وجه الشعب الجزائري واتهمته بالإرهاب، رغم أن اللئيم المخزن المغربي كان يدعم الجماعات الإرهابية في الجزائر. وها هو اليوم يكرر وبكل وقاحة أسلوبه وطبعه اللئيم، ويعلنها بوقاحة بدعمه لانفصال منطقة القبائل عن الجزائر بمنشوراته اللئيمة بين بلدان حركة عدم الانحياز. وهذا يعتبر إعلانه العداء للجزائر واستهداف وحدة الأمة الجزائرية التي لا ولن تتفرق أبدا، لأن هذه الوحدة الجزائرية قائمة بالدم والجهاد وليس بالانبطاح كما فعل المغرب اللئيم وأسس مملكته المغربية بالخضوع والوصاية. بل واللئيم يبقى لئيما ليس مع جاره وفقط، بل ومع شعبه، ولنقل حتى مع عائلته. أفلم تكن وفاة محمد الخامس سببها ابنه الحسن الثاني؟ تاريخهم أسود بالخيانة والغدر مع الجيران، فاليوم المغرب أصبح ليس له ولا جار قريب أو بعيد، وأصبح له مشاكل ليس مع جارته الجزائر وفقط، بل مع كل جيرانه من موريتانيا وإسبانيا وحتى ألمانيا، وحصر نفسه في أقصى الأرض بين المحيط والبحر بلا جار. ولأنه لم يجد أمامه جار راح يطبع مع إسرائيل ليصنع لنفسه صديق وجار مزيف يشبهه في الغدر والخيانة والاحتلال. وهذه ملاحظة مهمة جدا، هذا الكلام ليس موجه للشعب المغربي الشقيق المغلوب عن أمره. تاريخ المغرب العربي معروف، وما زال في بلادنا من الإخوان اللي صنعوه كانوا في مكتب المغرب العربي، ويعرفوا تماما واش كانت من اتفاقيات بين أقطار المغرب العربي، ويعرفوا شكون اللي جرى الاستقلال الأول وش كان اللي جرى الاستقلال الثاني على ظهر وعلى حساب الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ما بركش وما رنداش، بل الشعب الجزائري عطالهم أوراق باش يزيدوا يقووا الاستقلال تاعهم. الشعب الجزائري عطالهم ليهم، وعطى القارة الإفريقية وعطى الأقطار عربية أخرى أوراق باش يستقلوا. الشعب الجزائري ما يعطيولوش طريحة. الشعب الجزائري ما فيش حد يعطيله طريحة، وما فيش حد يعطيله طريحة، وقادر هو يعطي الطرايح. لكن هذا كابوس نتاع تاريخ. احنا نفضل نسامح، ندور الأوراق، ما نسامح، لكن ما ننساش باش انت ما توقفش وتقول حقرونا. لا، ربما قالها رئيس الدولة حين ذاك في اندفاع قوية، قال حقرونا من منطلق أن ما كانش عندنا طيران ولا دبابات ولا كنا عاد جيش تحرير. لكن
الخاص والعام، الخاص والعام، الخاص والعام، الكبار والصغار يعرفوا بلي قادرين نصمتوا، قادرين نصبروا، لكن ما نتحقروش، ما نتحقروش على الإطلاق. وأنا مانيش دخل في منطق البيان والبيان اللي من بعده والبيان اللي يجي من هنا والبيان اللي يجينا من هيه، وأخص بهذا المغرب الشقيق. أنا لا زلت أؤكد على كل كلمة قلتها في بشار، وأؤكد على كل كلمة قلتها في تيارت، وأن البيان اللي طلع ما قنعني لا بالقليل ولا بالكثير. المشاكل هي هذه، المشاكل هي هذه. يوم يحبوا نتكلموا عن المشاكل نتكلموا عن المشاكل، كل واحد حجته في يده، لكن تصريحات أصبحت لا تغني ولا تسمن من جوع. كل واحد عايز سلطان في بلاده. بناء المغرب العربي حلم وهدف، لكن لا نخلط ما بين الحلم اللي كان يجعل منا شعب واحد نقف ضد الاستعمار الفرنسي، والحلم اللي كل واحد استقل لوحده، ومن ثم كل ما يدبر أموره يمشي وينسى المغرب العربي، ويتفكر المغرب العربي يوم يحتاج للآخرين. البقرة الحروب انتهت، البقرة الحلوب انتهت. من بعد ما تفاوضتوا مع أوروبا كمغاربة وتفاوضتوا مع أوروبا كتوانسة تكلموني على المغرب العربي نمشوا موحدين، أنا مازال ما تفاوضتش، باقي لي 4 ولا 5 أوراق في يدي، بدك نتقاسموها ولا واش؟ هذا ماهوش مغرب عربي، وأنا لا أؤمن به، أنا لا أؤمن به. أنا أؤمن بأن المصلحة تكون مشتركة ومحسوبة بالمليم. أما أنا فاتح الحدود ونصدر لك عملة صعبة ويجيو الجزائريين عندك بالملايين، 2 ملايين في تونس و3 في المغرب لو نفتح الحدود، وما نتلقاش من تونس أكثر من 5000 تونسي في السنة، ولا من المغرب أكثر من 5000 مغربي في السنة، ونجيب لك بضاعة بالعملة الصعبة، ونستورد من عندك الأشياء المصنعة في جنوب آسيا، بل بتعبيرنا الشعبي قش بختة وفي نجل مريم. لا، هذا لا يعني على الإطلاق، هذا لا يعني أن على الإطلاق أننا نتنكر للمغرب العربي، وهو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ونحن ننتمي إلى هذه الأمة العربية.